ازيكم يا جماعة؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. ركزوا معايا لان جايز ال5 دقايق دول يكونوا من اهم 5 دقايق هتشوفوها في حياتكم. الفيديو ده بيتكلم عن كل واحد من الاخر وكل واحدة عايزين يبقوا حاجة في حياتهم، ومش عايزين ان هم يكونوا كده يعني حاجة هامشية على الطاير. اوكي، عايزين من الاخر ينفذوا اللي في بالهم والحاجة اللي بيحبوها كويس جدا. فأرجوكوا ركزوا معايا لو عايزين فعلا تغيروا حياتكم وتخلوا العالم كله يعرفكوا كويس جدا ويعرف انتوا مين. شوفوا، بخلاصة الخلاصة يعني عشان ما بحبش اتكلم كتير، يعني دي حاجة فاهم، ما بحبش اتكلم كتير، فانا هجيب لكم الخلاصة. الكون اللي احنا فيه ده كله مبني، يعني ربنا مخصصه انه مبني على الطاقة اللي احنا بنشوف نفسنا بيها. يعني من الاخر لو انت شايفة نفسك وانت كمان شايفين نفسكوا تحت الارض وفاشلين، فانتوا فعلا هتبقوا فاشلين وهتعيشوا هتبنوا حياتكوا على الكارير ده. والعكس صحيح، لو انتوا ناجحين هتبنوا حياتكوا وتعيشوا نمط حياتكوا بناء على الصيغة دي. يعني من الاخر انا جاي اتكلم في الشغف، وفعلا الشخص اللي عايز يبقى حاجة في حياته، فالشغف ده هو مربط الفرس. وقبل ما اتكلم في حكاية الشغف، الحكاية كلها بتتبني في البداية خالص على احساسكم بنفسكم. يعني انت لو شايفة نفسك مش هتبقي ولا حاجة وشايفة نفسك تحت الارض، فانت فعلا هتبقي كده، لا هيبقى عندك ثقة في النفس ولا هتبقي حاجة. والعكس صحيح، وانت كمان برضك. فانا عايزكم تشوفوا نفسكم انتوا فين وعايزين تروحوا فين. وده تاني حاجة، الشغف بتاعكم. شوفوا انتوا عايزين تبقوا فين، وعايزكم تتكلموا مع نفسكم. الكلام مع النفس ده مش جنان، بالعكس ده هو ده عين العقل، ده اللي هيعرفكم على نفسكم ويخليكم تتعرفوا على نفسكم وتشوفوا انتوا حابين ايه. وتو ما تبقوا حابين الحاجة دي عايزكم تنفذوها وتتدربوا عليها لغاية لما تبقوا احسن حاجة فيها، انتوا تبقوا احسن ناس فيها. وفي مقولة كويسة جدا بحبها لدكتور مجدي يعقوب قالها، شفتها على تيك توك كده من كام يوم. قال في 3 حاجات هتخليكوا يعني الناجحين. اول حاجة الشغف، تاني حاجة الاستمرارية، تالت حاجة التواضع. فانت اوعى تفتكر، وانت كمان اوعى تفتكروا ان انتوا عشان بقيتوا ناجحين او شفت نفسكوا بطريقة ان انتوا عظام فده يخليكم مغرورين. بالعكس ده هو ده اللي بيخلينا نظهر، يعني ده اللي بيخلينا نظهر نفسنا للعالم، الثقة بالنفس. فأرجوكوا شوفوا نفسكم ان انتوا حاجة كبيرة جدا طول ما انتوا متواضعين وعارفين كويس انكم لما تنجحوا هتبقوا متواضعين وناس كويسة من جوه. فأرجوكوا شوفوا نفسكم ان انتوا حاجة كبيرة جدا. واللي عايز يبني براند خاص بيه يعني بليز أرجوكوا شوفوا نفسكم في حاجة مختلفة ومميزة. انتوا مميزين، فما تقلدوش حد، ما تقلدوش لا اقوال ولا يعني اقوال ناس تانية ولا اي حد قال حاجة تانية. انتوا شوفوا كلام ماشي، وجايز انتوا لما تتكلموا بالطريقة دي مش هتبقوا محبوبين او هيبقوا دمكم رزل. فانتوا شوفوا احساسكم، الليلة كلها بتتبني على احساسكم بالحاجة دي. فشوفوا انتوا حاسين نفسكم في الحاجة دي ازاي واعملوها. وصدقوني احساسكم ده هو صاحبكم، الصديق بتاعكم. فحسوا بنفسكم وشوفوا ان انتوا حاجة كبيرة وتستاهلوا. وعايزكم ان انتوا تنفذوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها ماشي، وما تخلوش اي حد يلعب في دماغكم ان انتوا مش هتبقوا ولا حاجة. انتوا اعظم ناس، انتوا اعظم ناس. وللأسف المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، يعني انا مش عارف اقولها بصراحة بطريقة يعني مؤدبة، مجتمع متخلف، مجتمع اتبنى ان هو بيمشي بناء على يعني ان حد يمشيه، مبنية على عقلية القطيع. فراعي الغنم هو اللي بيرعى الغنم. احنا بقى مش كده، احنا اسود، احنا رقم واحد. الاسد بيمشي لوحده بس. فارجوكوا انتوا اسود، اعرفوا كويس الكلمة دي، حطوها كده قدام عينكوا دايما. انتوا جامدين، خلص الكلام. فأرجوكوا شوفوا نفسكوا في حتة عالية جدا، والعبوا على الشغف اللي عندكوا، هو ده اللي هيوصلكوا. ولو
محدش شايف موهبتكم، انتوا سلطوا الضوء عليها، سلطوا الضوء، حطوا السبوت لايت عليها. يعني من الاخر بشوف بتحب ايه واظهره قدام الناس. واظن مفيش اسهل من ده عصر ماشي ان احنا نظهر فيه اللي احنا بنحبه. سلطوا الضوء على موهبتكم ماشي، وشوفوا بعديها ايه اللي هيحصل، هتلاقوا حياتكم اختلفت تماما. وفي شخص انا بحبه بصراحة جدا، هو اسمه محمد فارس، عمل قناة على اليوتيوب باسمه، بيقول يعني مقولة حلوة جدا، بيقول مفيش حاجة سهلة هتيجي بالساهل، لانها لو مستاهلة مش هتبقى سهلة، ولو سهلة مش هتبقى مستاهلة. فشوفوا بقى انتوا تقدروا تنفذوا الحاجة دي ازاي ماشي، وقد ايه صعوبتها، وانتوا هتعرفوا انتوا تعبكوا ده هيبقى عامل ازاي. بس صدقوني انتوا هتستمتعوا بكل لحظة حتى لو فيها تعب، لان انتوا بتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. ويا سلام بقى ان انتوا تبنوا مع الحاجة، تبنوا دي معلومة اضافية، تبنوا مع الحاجة اللي انتوا بتحبوها دي حاجة كمان، دي اضافية من عندي، عايزكم تتعلموا لغات كتير، عشان ده هيخليكم تتعرفوا على العالم بشكل اكبر، ويخلي فيه علاقات كبيرة جدا مع العالم. فارجوكم، انا عايز الفيديو ده يبقى مرجع، عشان الفيديو كده هيطول مننا، عايز الفيديو ده يبقى مرجع. ويا ريت اي حد حاسس ان هو مش حاجة ولا هيبقى حاجة يشوف الفيديو ده تمام. وعايز بقى اشوف كم بطل وكم بطلة فضلوا معانا لغاية الاخر. ولو عايزين فيديوهات من النوعية دي تاني يا ريت تقولوا لي تحت في الكومنتس. اوكي، يلا اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.